والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، يتصور الشيء لكن على غير هيئته، وهذا هو الجهل المركب. لماذا هو مركب؟ لأنه جمع بين عدم العلم، لأن عدم العلم هذا جهل بسيط. إذا قال الإنسان لا أعرف، هذا وش يسمى؟ جهل بسيط. عدم العلم اعتقاد خلاف الواقع، جمع بينهم، فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، هذا يسمى بالجهل المركب. فلو سئل رجل هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، لو قال لا أدري، مش يكون الجهل هنا؟ جهل بسيط، عدم العلم، لكنه لم يعلم ويعني ذكر ما يخالف الواقع، فقال ليس له أن يتيمم، إذا عدم الماء فلا يصح التيمم. هذا يسمى بالجهل المركب. متى وقعت بدر؟ فيقول في السنة 10 من الهجرة، فهذا جمع بذكر شيء لا يطابق وبعدم العلم، ولذا يسمى هذا بالجهل المركب، يسمى بالجهل المركب، لأنه مركب من عدم العلم بالشيء ومن اعتقاد غير المطابق لما في الخارج.